لو بتحبي الطعم اللي يخليكي تاخدي واحدة ورا التانية، الفيديو ده ليكي. استني بس وشوفي السر اللي مخليها بالشكل ده. يلا بينا على الطريقة والمقادير. معانا بيضة وشوية فانيليا، نضربهم كده بحاجة بسيطة. والسر بقى اللي هيخلي الوصفة في حتة تانية هو العسل الأسود. طبعا الوصفة دي صحية جدا، مناسبة جدا للأطفال وللكبار. مفيش فيها سكر خالص، يعني احنا بنعتمد على العسل. هننزل نص كوباية سمنة بلدي أو زبدة. أنا استخدمت هنا سمنة بلدي. هندوبهم كويس. معانا هنا 3 كوبايات دقيق، معانا معلقتين لبن نيدو. هنقلبهم كويس. وبعد كده هنضيفهم على العسل والبيض والسمنة. هنقلبهم. طبعا احنا بنلم ما بنعجنش عشان البسكوت ما يبقاش ناشف. احنا بنلم المكونات كده بس لحد ما الدقيق يتشرب العسل. كده بدأت تلم. طبعا هنا 3 كوبايات، ما احتاجت ان انا احط عليهم كمان 3 معالق دقيق. حطيتهم وقلبتهم كويس. معانا هنا بقى شوكولات شيبس. طبعا احنا ما بنكبرش الكورة لانها بتفرش في الفرن. هنا خلصتهم وهندخلهم على الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. لمدة 10 دقايق ربع ساعة كده طلع. وبصراحة ريحته كانت قلب البيت وعجب الكل بصراحة. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي.